طريقة هالكنافة شفتها عند شيف مغربية وحبيت أطبقها. حضرتها بطريقة سهلة والطعم جدا لذيذ. بهالوصفة رح نحتاج لشعيرية باكستانية أو فينا نستخدم شعيرية الكنافة. بعد ما فرمتها بحمصها مع الزبدة لحتى يشقر لونها وبضيف عليها حليب مكثف محلى. وزعت نص المقدار بصينية مبطنة بورق الزبدة ودخلتها الثلاجة لحتى تتماسك. بهالوقت منجهز الحشوة. سيحت مقداري من الزبدة وحمصت فيهم فستق وبندق وكاجو وبذور اليقطين. وبالتأكيد فيكم تضيفوا المكسرات اللي بتحبوها. أنا أضفت زيادة جوز الهند. منضيف حليب مكثف محلى ومنوزعها فوق طبقة الكنافة. منساوي السطح ومنوزع الجزء المتبقي من الكنافة. خطوة اختيارية، فيكم توزعوا على الوجه شيرة غليظة وبدخلها الثلاجة لتبرد وتتماسك شوي. وعلى الأكيد ما بيكتمل حلانا إلا بوجود القهوة، وما في أطيب من القهوة السعودية نحضرها مع هالحلا. بعد ما غليت المي أضفت مقدار من البن مع المطيبات والهيل وتركتها تنطبخ مدة نص ساعة. واستمتعوا بأطيب حلا مع أطيب قهوة وبألف عافية وهنا.